ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل الكلام عن الام سي يو تايم لاين، ولسه احنا كل ده في الفيز 1، ما عدا طبعا الفيلم بتاع كابتن مارفل اللي هو يعتبر في الفيز 4. اللي مش عارف ايه هي الفيسز بتاعت مارفل هتلاقوا الفيديو هيظهر فوق. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن كابتن امريكا، كابتن مارفل، ايرون مان 1، ذا انكريدبل هالك، والنهارده هنتكلم عن فيلم ايرون مان 2، وده من افضل الافلام لايرون مان اللي اتعملت من وجهة نظري في افلام مارفل، علشان فيها سينز، فيها تكنولوجي وفيها حاجات رهيبة جدا. زي مثلا لما جه ايرون مان لبس البدلة نفسها، ولما اكتشف النيو اليمنت. طبعا احنا هنتكلم عن الكلام ده كله. يلا بينا نبدأ الفيلم. يلا بينا. الفيلم بيبدأ في روسيا، والصحافة كانت بتقول إن توني ستارك خلاص هو ايرون مان، والموضوع وصل لروسيا. في شخص اسمه ايفان فانكو، ده كان باباه اسمه انتون فانكو، كان شغال في ستارك اندستري، والاب ده مات. فايفان فانكو طبعا شاف ابوه وهو بيموت وما كانش عارف يساعده، وشاف كمان ان توني ستارك هو ايرون مان، فبدأ انه يعمل الارك رياكتور اللي كان عامله توني ستارك من مخطط كان عنده. بعد 6 شهور توني ستارك بدأ انه يبقى نجم كبير في الميديا، وبدأ انه يقاوم كمان الضغط اللي من الحكومة انه يديلهم او يسلم لهم البدلة بتاعة ايرون مان اللي هو عملها. وعلشان يكمل الليجاسي بتاع باباه رجع تاني ستارك اكسبو اللي هو معرض ستارك في نيويورك، زي لما شفنا في فيلم بتاع كابتن امريكا ذا فيرست افنجر لما كان هوارد ستارك كان عمل اول اكسبو. ستارك عرف ان قلب الارك رياكتور نفسه اللي هو مخليه عايش ومخلي كمان الشظايا ما تخشش قلبه، واللي كمان بيدي طاقة للبدلة بتاعته، بدأ انه يسممه. وللأسف ما كانش لاقي اي حل او اي حاجة بديلة للعنصر اللي اسمه باليديوم اللي هو حاطه في الارك رياكتور اللي هو مشغله. الموضوع كبر منه، وطبعا ما كانش همه وكان حاسس انه هيموت قريب، فقرر انه ما يقولش لاي حد على الحالة اللي هو فيها دي. ده ادى لايه؟ ادى ان هو خلى بيبر بوتس اللي هي المساعده بتاعته خلاها هي السي او المدير التنفيذي بتاع شركه ستارك، وعين موظفه اسمها ناتالي روشمان عشان يخليها هي المساعده بتاعته. ستارك بعد كده راح موناكو ونافس في سباق عربيات، وهو في المسابقه هجم عليه فانكو اللي كان ماسك زي كرابيك كهرباء. وطبعا المشهد العالمي بتاع توني ستارك وهو بيلبس البدله بتاعته وبيهزم فانكو. توني ستارك بعد كده بيزور فانكو في السجن، وفانكو قال لتوني ستارك انا عملت كده او هاجمت عليك علشان اثبت للعالم كله ان ايرون مان مش اله او ان هو قوة لا تقهر. وقال له كمان ان البليديوم اللي هو موجود في الارك رياكتور بتاعك يا ستارك هو السبب انه هيموتك. بعد كده في شخص اسمه جاستن هامر، ده المنافس بتاع توني ستارك، انبسط واعجب جدا من اداء فانكو ان هو هاجم توني ستارك قدام الناس كلها، فراح زيف موت فانكو وهربه من السجن اللي هو كان فيه، واتفق معاه انه يعمل له الارمور سوتس علشان يعلي على توني ستارك ويبقى اجمد منه. بس فانكو قرر ان احسن انه يعمل البدله من غير انسان جوه، يبقى حاجه زي درون، وان دي الفكره الاحسن. توني ستارك في حفلة عيد ميلاده اللي كان فاكرها إنها آخر حفلة في حياته كلها، ستارك سكر وهو لابس البدلة بتاعته من كتر القرف اللي هو صاحبه شافه اللي هو اسمه جيمس رودز اللي احنا كنا شفناه في فيلم ايرون مان 1. لبس بدلة ايرون مان اللي هي البروتوتايب وحاول انه يهديه ويمسكه. الفايت ما بينهم خلص ان رودز اخد البدلة بتاعت ايرون مان لسلاح الطيران الامريكي. طبعا توني ستارك بما انها خربانه خربانه راح ياكل ايه؟ دونتس. وهو بياكل الدونتس بيقابل نيك فيوري اللي هو المدير بتاع شيلد اللي هي استراتيجيك هوملاند انترفنشن انفورسمنت اند لوجيستكس ديفيجن، وبيقول له ان روشمان او ناتالي روشمان اللي هي كانت مساعده بتاعه توني ستارك اللي هو كان خلاها بدل بوتس، هي عميله في شيلد اسمها ناتاشا رومانوف اللي هنعرف بعد كده انها بلاك ويدو. وبيخلي ناتاشا تحقنه بمادة علشان يقلل سرعة انتشار السم
نيك فيوري بيشرح لتوني ان هوارد ستارك هو مؤسس منظمة شيلد، وان فيوري يعرفه شخصيا، وقال له ان هوارد وابو فينكو اللي هو اسمه انتون اللي قلنا عليه في اول الفيلم خالص هما الاتنين اخترعوا الارك رياكتور، بس انتون كان عايز يبيعه لانه لقى ان فيه فلوس. فهوارد ستارك رحل انتون من امريكا وراح الاتحاد السوفيتي، وطبعا علشان الاتحاد السوفيتي كان عايز سلاح علشان يخش بيها الحرب، معرفش ان هو يديلهم السلاح ده فاعتقلوه. فيوري بعد كده بيسيب لتوني حاجات كان ابوه سايبها له. لما بيدور توني في الحاجات دي بيكتشف رسالة مخفية في المخططات بتاعت ستارك اكسبو لسنة 1974، والرسالة كانت عبارة عن قطر ذري لعنصر جديد هاورد ستارك ما كانش عارف يكتشفه لانه كان محدود بالتكنولوجيا اللي كانت معاه في الوقت ده. بمساعدة الذكاء الصناعي بتاعه اللي اسمه جارفيس قدر انه يصنع العنصر الجديد ده وخلاه هو ده النيو اليمنت اللي ابتدى ان هو يحطه في الارك رياكتور. العنصر ده اسمه فايبرينيوم، وفي حتة تانية ممكن تلاقوه اسمه باداسيوم. ستارك بعد كده عرف ان فانكو لسه عايش، فراح حط العنصر الجديد ده في الارك رياكتور، وبكده انهى الاعتماد الكلي على عنصر البليديوم علشان يشغل الارك رياكتور بتاعه. في الاكسبو الحالي اللي كان عامله توني ستارك، جاستن هامر بيكشف عن البدل اللي عاملها فانكو، طبعا هو ما كانش قايل للناس، والسوتس دي كلها القائد بتاعها كان هيبقى رودز، ورودز كان معاه نسخة اتقل تسليح من اللي كانت مع توني ستارك. توني ستارك بعد كده بيوصل للاكسبو وبيحذر رودز، لكن فانكو بدأ انه يشغل الدرونز دي، وبدلة رودز ابتدت ان هي تهجم كمان على ستارك. جاستن هامر بعد كده بيتقبض عليه بتهمة انه هرب فانكو من السجن، وفي نفس الوقت ناتاشا رومانوف والحارس الشخصي بتاع توني ستارك وبوتس اللي اسمه هابي هوجن راحوا شركة جاستن هامر علشان يقبضوا على فانكو، لكن فانكو قدر ان هو يهرب، وناتاشا قدرت انها تعيد التحكم في بدلة رودز. توني ورودز بعد كده بيواجهوا فانكو وبيقبضوا عليه، وفانكو بينتحر وبيفجر البدلة بتاعته مع البدل او الدرونز التانية اللي هو كان عاملها. بعد الاحداث دي كلها فيوري بيقابل توني ستارك مرة تانية وبيقول له ان بسبب شخصية توني الصعبة دي شيلد قررت انها تخلي توني ستارك مستشار ليها. طبعا توني ورودز اخدوا ميداليات علشان شجاعتهم طبعا، والفيلم بيخلص على كده. الاندنج سين اللي في الفيلم هي ان ايجنت كولسون ده اللي هو الايجنت في منظمه شيلد بيبلغ عن هامر او مطرقه واقعه في صحراء نيو مكسيكو. ده كان فيلم النهارده، فيلم ايرون مان 2. والفيديو اللي جاي هنتكلم عن ثور. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.